العوافي، انا علي ورجع لكم فيديو جديد. فيديو اليوم موضوع كثير مستفز صراحه، اول ما شفته على السوشيال ميديا هيك كز بدني وحياة الله ما بعرف كيف بدي اكمل بهذا الفيديو بلا ما يزلق لساني هيك او هيك صراحه. فبتمنى من كل شخص عمره تحت 18 سنه ما يعرف يطلع من الفيديو، لانه الموضوع هيك يعني ما بعرف كيف بدي اخبركم، كثير قرف، خلص كثير قرف. عمرك تحت 18 طلع من الفيديو ما تجادلني، اعمل معروف. قبل ما نبلش بالفيديو اتمنى انك تعمل لايك وسبسكرايب للشانل، ما تنسوا انكم تحت بالكومنتس، ما تنسوا تعملوا لي فولو على انستغرام، احول اكونت هون وليك تحت بالدسكربشن. وهلا بدكم تعطوا لي الانترو رح نبلش بالفيديو القرف اللي عم بعمل. كنت عم فلفش على الفيسبوك فبيطلع بوست قدامه انه في عصابه هجمت على ناس وضربتهم ومدري شو القصه وكذا. قلت هيك بدي اعرف شو السالفه، ويا ريتني ما عرفت شو السالفه. يعني انا انسان حشري، بس انا من هاي اللحظه خلص حبطت، ما عادش بدي اعرف هيك سوالف. فوت على الكومنتات بلاقي كومنتات انه يا حرام ما كان لازم يعملوا معهم هيك، ما هو كانوا عم بيمثلوا شي بيقول مدري شو قلت يا عمي عن جد معقول في ناس مظلومه وناس فايته على المحل ضربتهم؟ خلص بدي اتحرر ورا الموضوع لاعرف القصه كلها. رح فرجيكم شو القصه ونحللها حبه حبه ونحكي بكل تفاصيلها ونخلص من هالموضوع الخرا، لانه حيفلت لساني في الفيديو. العمر تحت 18 طلع، بعرف بعدك قاعد وبعدني شايفكم بعدكم قدين العمر تحت 18 ما المعروف طلع. اذا بتطلع بجيب لك فستق. ايها اللبنانيون تعرفوا على فرقه لاتيزا بومبي. مصطفى دقطوق، يعني عن جد من هالمنظر اللي عليك يبعث لك مني دقدقك. هاي بعد ما بلشنا الفيديو يبعث لك مني دقه. شو هي حطيت لك حالك بقره حبيبي؟ هاي بيحطوها البقر. أنا من أنا، ومن يرجمني بحجر سأرجمه بجبل. انه هو الزلمه ما بعرف اذا زلمه او شيء، ما بعرف، ما بديش احط عدمتي. انه خلص هو هيك مريح راسه، انا من انا وانا بالمحل اللي انا بدي كونه. يا جماعة هيدا المنظر اللي عم بتشوفوه قلة الأخلاق وشو حاملين بإيديهم هيدا بلبنان ببيروت. مثلا يا شباب هذا الفيديو نازل على بيج على الفيسبوك، فجايبين هذا الفيديو مجمعين كذا لقطة من الاكونتات تبع هيدي الفرقة اللي هي لطيزة بومبي، أكلوا قتلة بشارع مرة مخيل بلبنان وعم يفرجونا أسباب ضربه. طلعوا بالبنايات كلنا بنعرف عاصمتنا، وهيدي رسالة لنفهم إنه هن قدرانين بنص بناياتنا ونص سكننا يفرجوا هيدي الصورة يلي بالغرب وأوروبا وأمريكا ما شفناها. شو عم بتحاسد؟ لقت لي مدري شو تعمل لي هيك مثل اهبل. فهمنا انك واحد وخلص فهمناها، لسه مش ضروري تقرف اللي نفضنا، خلص انقبر طلع من راسنا. اول شغله خلينا نركز على ثيابهم من جميع الالوان الموجوده بالعالم. تاني شغله ليش حاطين لنا وحده محجبه؟ انه عم بتفرجوا انه وحده مسلمه عامله هيك. اكيد مش حتكون مسلمه وعم تعمل هذا الشيء، لانه وقت تكون مسلمه هي بتعرف انه هذا الشيء حرام بالدين وحرام بكل الميلات، اصلا هي محجبه. يعني مستحيل هاي المخلوقه تكون مسلمه وملتزمه بحجابها وطالعه معكم هيك. فاكيد هن جايبين حيالله حدا لابسين حجاب لحتى يفرجوا انه هن من جميع فئات المجتمع وبكل الاديان وبكل شيء هن قدرانين ياثروا، وهذا الشيء عادي ومدري شو. ابرز مثال لحتى عم نفرجيكم انه هذا من كل فئات المجتمع ومن كل الاعمار، انه هذا الولد الصغير الدهشين هون على الشمال، هذا شو ذنبه؟ يمكن عن جد مش فاهمين حاله شو عم يعمل، جايين هون اكلين له راسه، او حط لي هال 10000 بجيبتك قمت تعال صور معنا فيديو، هو مثل الطشمه ما نو فاهمين شيء. فمن هالمنطلق لازم الاهل يعملوا رقابه على اولادهم على شو عم يحضروا وشو عم يعملوا وين عم يطلعوا، مع مين عم بفوتوا، من رفقاتهم، من كل شيء، ويوعون على هالقصص، لانه هالقصص كثير عم تنتشر بمجتمعاتنا وكتير شيء صاير كتير خرا، وفي كتير ناس واقفه معهم. يعني من الكومنتات وقت اللي قعدت اتفرج كتير ناس واقفه معهم. هذا فن، وهذا فن يفنوا على شواربك. شو قصدهم فيها؟ تفضلوا شو عم بوصلوا لنا فكرة. شوفوا هيدا المتحول، هيدا منا بنت، هي متحول، وهيدا كمية القرف بالفيديو ما بتنوصف، عن جد ما بتنوصف. بأول عمره المفروض ما يكون موجود هون. تفضلوا شو عم بوصلوا لنا. لهالدرجة صار الموضوع انه ما عادش فرقاني معكم، انتم عندكم حريتكم الشخصية، طالعين وين القضاء وين السلطات المعنية بهالمواضيع تيجي تضبضبون؟ وينني؟ ولا ما بتشوفوها؟ بتشوفوا شيء وشيء عنا بلبنان. هون بنشوف عم بشيل من وسخ لبسين تيعمل طبخة. على فكرة هودول الفيديوهات ببيروت وهي من صفحتهم للأسف. عم تاكلوا خرا لبسينات، فهمنا انكم خريان واخرى ناس بالمجتمع، وفهمنا انه كل شيء خرا عم بيصير معكم، وفهمنا انه عم تفرجونا صورة كتير خرا وعم تنزعوا الجيل وعم عم تاكلوا خرا. وبيرجع هون بياخد دور الحيوان وبيرجع بيدلق الطنجة. هلا انه انت حيوان مش ضروري تبررنا، مش ضروري تفرجينا انه انت حيوان لنتاكد، نحن مأكدين ومعنا خبر بالسلف لما انك حيوان ما بتعمل هيك. يعني حرام، يعني انا بس عم اقول لك حيوان عم يهين الحيوان، لانه انت
اخر شيء على الكوكب. ما اكتفوا باكل خرا البسينات والتعامل مثل الحيوانات هن عم ياكلوا وكل شيء قرف عم يعملوه بحياتهم، كمان اجوا ليهينوا الدين المسيحي. عملوا بالصليب. على فكرة هودي أشخاص الفرقة اللي كانوا بمنخايل، مش فيديو من الغرب يا حضرة البطرك. بس هذا الفيديو بذكرني بفيلم ذا كونجورينج، اكيد حضرانينه. شو هالاشكال عن جد، شو هالاشكال عن معقول هي عن جد صارت بمجتمعاتنا العربيه؟ حضرة متروبوليت بيروت وينكم من اللي عم بصير؟ مش عم بتشوفوا على صفحة؟ هي بطلت اعمال طبيعيه، هي اعمال شيطانيه عم تنعمل. يعني ما فيش مخلوق عاقل بعقل شو ما كان بالحياه بيوصل لهالدرجه انه هن ادميان ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا. وهون عم بيعيدوا الإسلام بالعيد المبارك. بالفيديو اللي قبل اهانوا الدين المسيحي، كانوا عم يستعملوا الصليب وكانوا مدري شو هو، وهلا عيد مبارك. يعني جيرانكم او الناس اللي قاعدين حواليكم او شيء، ما فيش حدا شايفكم رح يفسخكم اثنين. يعني نظرنا هالموضوع لحتى كبر لهالدرجه، لو وصلوا عم يعملوا حفله مدري شو مخايل لحتى جيتوا عم تضربوهم وزمطوا منكم بالاخر. لك لازم هاو تمسكون تشقوهم اثنين لكل واحد، واي شخص بده يدافع عنه هذا انسان بلا شرف بلا اخلاق بلا دين. ما عندهم شيء مش مقصود، ما عندهم شيء صدفة. الضاحية الجنوبية لوكيشن ليفرجوكم انه هن موجودين. اللوكيشن تبعهم الضاحيه الجنوبيه نص بيروت، بمنطقة إسلامية وفيها تشدد كتير. عم يطلع منا هيك فيديوهات، لا مفرجينا اللوكيشن لحتى يفرجونا انه هن قدرانين يوصلوا لأي بيت ومن كل بيت وينزلوا لنا هيك فيديوهات. استغفر الله بقى، يعني عن جد وصلنا لاخر زمن. ولكل وقاحة من بعد ما تعرضوا لهم ببرم خير وضربوهم قال نزلوا لنا فيديو انه نحن بخير سنستمر في المواجهة. مواجهة شو؟ روحوا واجهوا ربكم، يعني انتم لا دنيا ولا اخرة خلاص. الله اللي انت عم تنفذ له الامور اللي بده اياها بيقبل انك تعتدي على محل تخبط عالم فيه؟ ايه اكيد الله بيقبل. اذا في هيك عالم وحصيلة المجتمع بهذا المحل الله بيقبل، الله بيساعد بهذا الشيء، بيساعد بفسخكم. ما بكفي شو عمل فيكم من زمان. قوم لوط قصة بعدها ماشية لهلا وبعدكم تستنجدوا بالله. ما انتوا لو بتعرفوا الله ما كنتوا وصلتوا لهالمرحلة. امبارح كنت موجود بمقهى او باب اسمه مدام اون، اللي هو مفروض معروف انه هو مقهى صديق لافراد مجتمع الميم عام. حاله عاملين مقهى لحالهم لمجتمع الميم. يعني عن جد بهنيكم، بهني الحكومة، بهني السلطات اللي سمحت لكم بكل شيء، بهني سكان الحي اللي انتم عاملين فيه هذا المقهى، بهني صاحب المقهى. كيف العالم بعدها تركتكم؟ لازم ما بعرف شو بدي احكي. انا من هون عم يستفزني الموضوع، مش عم بعرف كيف عم صوروا للفيديو. انا عم بحبش على الموضوع الخرب، لاقي بيج نشري على التعريف عن من هودي. ميولنا الجنسي وهوياتنا الجندرية مش شذوذ. رفض الأهل لأولادهم، تعنيفهم وقتلهم هو الشذوذ. انه هن عم بيبرروا لحالهم انه هن الصح، والاهل اللي عم بيعنفوهم ويمنعون عن هالقصص هن الغلط. صح، انا بس يطلع ابني بحب شاب مش شذوذ عادي. يعني الشذوذ هو أنا أضرب ابني كيف عم بحب شاب، هذا الشذوذ. بس إنه بنت تحب بنت وشاب يحب شاب وياكلوا خرا الكلاب ويقعدوا مثل الكلاب والحيوانات ياكلوا بالأرض، هذا ما شذوذ، هذا شيء طبيعي. تصرفاتنا نحن الشذوذ، نحن الغلط وهن الصح. طلع بوجهي كمان فيديو وحده على التيك توك عم تدافع عن هالموضوع، خلينا نشوفه. كلمتين صغار وبسيطين عن هذا الموضوع يلي أخذ كتير ضجة بظل هيجان جماعي بلبنان عم يصير على كل شيء بتعلق بالحريات الفردية. هودي حريات فردية؟ بس شاب يحب شاب صار حرية فردية، بس شاب ياكل خرا صار حرية فردية، بس شاب يصير مثل البنات ويعمل مكياج وينزل على الطريق صار حرية فردية. هيك عم بتعرفوا الحرية الفردية؟ إذا هاي الحرية الفردية بديش حرية، يعني ما بديش حريتي ولا حدا بالكوكب بده حريته إذا هاي الحرية. بفكر انه كتير عالم عم يحاولوا يبينوا انه هن متقبلين للآخر بس منهنين بشي معين عملته الدراج كوين او ما فيكم متقبل للآخر بهاي الطريقة. كيف بدي اتقبل هيك شخص؟ انا منطقيا مش ظابطة، عن جد مش ظابطة. يعني اذا بدي اقعد فوت ديب بالموضوع انا اقعد خبركم وكذا حجيب ام العيد، ما فيش احكي. تقبل للشخص وتقبل للحريات الشخصية، منين بتجيبون هودي السوالف؟ بدي اخرق على الحريات الشخصية اذا الحريات الشخصية بتكون هيك من مجتمع الميم او وات ايفر شو ما كانوا. انه في ناس دايما بتنزل انا ما خصني بس رح اقول هلا شيء بحرض على هدول الاشخاص اللي اوريدي موقعنا الاجتماعي هو ضعيف. يا حبيبتي اجباري يكون موقعهم الاجتماعي ضعيف، موقعهم الاجتماعي والديني وكل شيء بموقعهم ضعيف، كل شيء بحياتهم ضعيف. يعني ولا دين بحل هاي القصص،
ولا مجتمع بيقبل بهاي القصص الا المجتمعات اللي بدها تساعد على تخفيف التكاسل على الكره الارضيه، بتدعم هذا الموضوع. اكيد انه ما نخفف التكاسل على الكره الارضيه مشان موارد الارض تكفي حسب نظريات تانية. فنحن ندعم هذا الشيء. هون مثل الحمير بصيروا ينبسطوا انه هو عم يدعمونا، مش عم يدعموكم، عم يضحكوا عليكم يا شحاش يا بلا عقل يا بلا فهم. بشكل عام يلي عم تحرض بيعرفوا انه في شيء اسمه تمثيل، العالم بيمثلوا شخصيات مختلفة. صح، العالم توصل لدرجة بالتمثيل، بتفوت ديب بالتمثيل للماكسيموم، يعني بتطلع اكستريم لتوصل لدرجة انه هي تاكل خرا. يعني انه انت ما بتاكل خرا ما بتعرف تمثل، ما بتعرف تكون بنت وتعمل جاي حمار، ما بتعرف تمثل. عندهم نفس العلاقة مع الدين. ومش انه اذا انا كنت محجبة يعني انا عندي تصرفات معينة، كنت مش محجبة عندي تصرفات معينة. انت اذا محجبة مجبورة يكون عندك تصرفات معينة، لانه انت ملتزمة بدينك وملتزمة بحجابك، وحجابك ودينك بقول لك 1 2 3، بدك تمشي على 1 2 3، ما بدك تمشي عليها، ما بدك تحترمي حجابك من الاساس، شيليه على راسك وما تتحجبي. ما عادش تبرر، اعملي معروف، لانه حفوت على بروفايلك اوبرتشيك. وكل العالم مش طايقة بعضها. بس بليز خدوا وقت لتفكروا بهذا الحكي لوين عم بيوصل. بس انت خدي وقت هيك وقضي ل10 وقضي بينك وبين حالك، فكري بكل شيء. هل هذا الشيء اللي عم تشوفيه صح؟ بيدعم انسانيتك، بيدعم دينك، كل شيء موافق عليه، كل شيء طبيعي بالعطل من المجتمع اللي نحن فيه؟ ما بعرف شو حاطين براسكم لحتى انتم مقتنعين انه هذا الشيء صح، هذا الشيء منه غلط. كيف بده يكون هذا الشيء منه غلط؟ بس شاب يحس لشاب او بنت تحس لبنت، كيف بده يكون منه غلط؟ اذا هذا الشيء بديننا محرم، وعندنا قصة عن هذا الموضوع شو صار مع قوم لوط، نحن بنجي بنحكي نقول لا هذا الشيء صح والعالم المكبوتي غلط، والعالم عم تفكر هيك غلط، والعالم بتفكر هيك بيكون ديننا مهزوز. كيف نحن بدنا نحكي بالاديان وبالمدري شو اذا نحن ما بنعرف انه ديننا بحرم هودي القصص، وما بنعرف انه هذا الشيء كثير غلط؟ ليكو شيلوا لي قصه الدين على جنب، شيلوا لي كل شيء على جنب. منطقيا انت كانسان، انت كبشري كعاقل، كيف تنجذب لهالقصص؟ كيف تقدر تعطي مشاعر لشاب وانت شاب، او انت بنت تقدر تعطي مشاعر لبنت عم تبرر هالتصرفات لانهم تصرفات صح؟ ممكن تفهموني يا خيي؟ انا حمار ما بفهم، جربوا فهموني يا خيي. كل شيء غضب باخر كم سنه من الازمه الاقتصاديه والبطاله والكهرباء والمش عارف شو، عم يطلع هلا باشكال كتير غريبه. صح، هو الحق على ازمه الكهرباء وعلى البطاله وعلى كذا واخر قصص عم بتصير عنا بلبنان. فهذا الكبت اللي جوات العالم طلع تحول لمثليه جنسيه، انه لازم انتم حرام، ما لازم تشفعوا عليهم، لازم تدعمون، مع انه من وراء الكبت والقصص اللي صار ما عنهم اللي صاروا انه انت حماره لي ساعة بسكت بس انا شو في براسك يعني؟ هالقد خابطة، هالقد عقلك. صراحة ما عادش في كملوا الفيديو، كتير انزعجت ومش فريقي وكتير اشمئز بدني من هيدي السالفة، فشفناكم بخير.